السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال إن شاء الله. طبعا النهاردة معانا طريقة الباتيه. معايا كوبايتين أو كوباية ونص من المية، حطيت عليهم 4 معالق كبار من السكر وباكو من الخميرة الفورية. هدوبهم كويس اوي لغاية السكر والخميرة ما يدوبوا معايا، وبعدين هضيف عليهم نص كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة كمان من الخل. هتحسوا ان معلقة الخل هتقولولي ايه لازمتها؟ هقول لكم دي بتفرق معاكي كتير في العجينة، بتخليك العجينة بتاعتك طرية وهشة وجميلة جدا، هتشوف نتيجتها بعدين. كده هجيب معايا 4 كوبايات من الدقيق، يعني حوالي نص كيلو. ضفت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع معلقة من الملح، وقلبت الخليط الجاف اللي معايا ده وحطيته في البولة كده اللي انا هعجن فيها، وضفت عليهم السوائل اللي انا مجهزاها. هقلب الخليط كويس قوي لغاية ما امزج العجينة كويس واحس ان الخليط اندمجت كل حاجة مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اعجنها دلوقتي بايديا عشان اخدمها كويس واوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا لو انتي معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وكومنت جميل منكم، واللايكات يا جماعة مهمة جدا عشان الفيديو اللي يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس الحلوين اللي بتشوفنا وبتتفرج علينا. كده هاخد ودي في العجينة لمدة 5 دقايق كمان أو 4 دقايق لغاية ما احسها انها مفيهاش اي تكتلات ونعمت خالص في ايدي. كده شكل العجينة معايا بعد انا ما عجنتها. هبدأ ارجعها تاني في البولة عشان اسيبها تخمر وحجمها يتضاعف معايا كده. ادي شكل العجينة بعد ما خبرت. هبدأ دلوقتي في عملية الفرد على طول من غير ما اعجن تاني، مش هعجنها تاني، هفردها على طول. هعملها كده على هيئة مربع او مستطيل زي ما انتي عايزة، بس المهم ان تكون العجينة واخدة الشكل المربع معايا. هفتحها كده من الجوانب زي ما انتوا شايفين بالشكل والطريقة دي. وهبدأ دلوقتي ادهن ايدي عليها كده زيت خفيف، من الزيت قوي او السمنة او الزبدة زي ما تحبي، بس طبعا احنا بنستسهل الامور وبنقول ان موجود عندنا في البيت اي حاجة هتنفع طبعا. وهبدأ اطبق بالشكل ده عشان اديها التوريقة اللي انا عايزاها. كده بعد ما طبقتها هسيبها تستريح لمدة 10 دقايق، وهرجع طبعا على التشكيل على طول. كده ببدأ اهو افرد معاكم. خدت جزء من العجينة قسمتها لجزئين، خدت الجزء الاول برضو زي ما عملت في الاول، هبدأ افردها على شكل مستطيل او مربع. زي ما حضراتكم شايفين معايا كده بالظبط. هبدأ دلوقتي اتخلص من الاطراف
وهقول لكم طبعا الاطراف دي احنا مش هنرميها، احنا هنعمل بيها حاجة في الاخر هوريها لكم دلوقتي. برضو هستخرج منها حاجات حلوة برضو كده. اهو قسمت العجينة لجزئين، وهبدأ اقطعها لشرايح مستطيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ابدأي بقى احشي الحشو اللي انت عايزاه. لو انت عايزة تحشيها اي نوع من انواع الجبن اوكي مفيش مانع. طبعا شوكولاتة، انا عندي كريمة شوكولاتة كده اللي هي زي النوتيلا، فقلت كانت موجودة عندي فقلت هحشي بيها طبعا، وهتنفع معايا للاولاد الصبح وهم رايحين المدرسة. طبعا لو انت عايزة تعملي كمية اكبر وتشيليها في التلاجة طبعا عادي جدا، ممكن تضاعفي المقادير بتاعتك. شايفين كده انا بقفل على الحشو كويس قوي. ابدا اقفلها بالشكل ده في النهاية، وهرصهم كده جنب بعض. مين بقى اللي بيتفرج علينا لحد دلوقتي وما حطلناش اللايك الحلو وكتب لي كومنت جميل؟ يلا بسرعة كده ننزل نعمل اشتراك في القناة ونعمل لايك حلو. هبدأ كده على الصاجة مدهونة بالزيت، وهرص الباتيه بتاعي اللي انا عملته كده جنب بعضه، بس هدي مساحات حلوة عشان لما اسيبه يخمر للمرة التانية وحجمه يتضاعف ملقاهمش كلهم إيه لزقوا في بعض. ادي الجزء التاني من العجينة معايا. هكرر نفس برضو الموضوع في اللي عملته في الاول مع الجزء الاولاني. هفرده على هيئة مستطيل وهقطعه شرايح على هيئة مستطيل برضو. كده بعد ما خلصت دي الاطراف اللي انا لميتها في الاخر، هعملها ميني مولتو كده، هفردها فطيرة صغنطوطة جميلة، وهعملها ميني مولتو برضو. مش هتخلص منها طبعا. العجين انتي مكلفاه، ما تستسهليش وتتخلصي منه او تقولي خلاص كده كفاية، لا انا هعملها ميني مولتو صغنطط كده الاولاد يفرحوا بيهم. شايفين اهو. يعني انا بالعجينة اللي انا عملتها ممكن اعمل ميني مولتو، ممكن اعمل باتيه، ممكن اعمل كايزر، ممكن اعمل عيش فينو. يعني العجينة دي بتعمل لي كذا حاجة وكذا صنف وبنفس المقادير وبنفس كده. ادي منظر العجين بعد ما خلصته. شايفين نص كيلو دقيق عمل لي كمية حلوة ازاي. طبعا صفار بيض مع معلقتين من اللبن، وهدهن الوش بعد ما سبت الباتيه يخمر في لمدة نص ساعة كمان، وعلى درجة حرارة 180. يستحسن ان النار ما تكونش عالية قوي ولا منخفضة قوي، تكون نار وسط على درجة 180 او 170 درجة، وهحطهم في الفرن. طبعا ادي شكل الباتيه بعد ما خرج من على الفرن. شايفين الجمال والحلاوة. شكله كان تحفة جدا جميل. طبعا ريحته كانت تجنن. وطري جدا وخفيف جدا. دلوقتي هوريهولكم شكله عامل ازاي. شايفين خفيفة جدا على ايديا. اهو اهو شايفين الحشو بتاعها، وشايفين هش ازاي من جوه مورق وجميل. يلا بقى كده ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.